السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل حبايبي ومتابعيني في قناة طبخ وفن. أتمنى كل اللي سامعني يكون بصحة وعافية. النهاردة هنعمل شوربة لسان عصفور، وعشان نعملها عندنا كوباية لسان عصفور، وعندنا كبد وقوانص فرختين يعني حوالي ربع كيلو، وعندنا بصل متقطع تقطيع صغير، وفصين توم مهروسين، وجزرة مبشورة، وعندنا التوابل بتاعتنا جنزبيل وكمون وبهار وفلفل وهيل، والملح بتاعنا حوالي ربع معلقه صغيره من كل حاجه. هنبتدي هنحط معلقتين زيت، وهنحط لسان العصفور، هنحمر لسان العصفور لغاية ما لونه يبقى كده احمر او ذهبي. خلاص كده يا جماعة لسان العصفور احمر معايا. هننزل بقى عليه البصل والثوم، واقلب وهنزل كمان بالجزر وهقلب كله مع بعض. وهنزل بكبد الفراخ، هديهم تقليبتين كده مع بعضهم قبل ما اضيف الميه المغليه. خلاص كده انا هضيف الشوربه. كده انا ضفت الشوربه، هسيبها لغايه ما تغلي وتستوي معايا. كده خلاص يا جماعه، قعدت بعد الغليان حوالي 10 دقايق واستوت كل المكونات بتاعتها. هقفل عليها بقى وابتدي اقدمها. وكده خلاص الشوربه قدمناها، اهي. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.